السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده. اولا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، استغفرك ربي واتوب اليك. انا جايه النهارده فيديو فيه ناس كتير قوي بتقولي انت ازاي يعني ايه او اعمل ايه في قناتي، يعني عشان ارفع قناتي وكده. هو انا بصراحه يعني برفع قناتي الفيديو بتاع اللي هو علاج الوباء، دي حاجه يعني. تاني حاجة من خلال تجربتي أنا، أنت هتتعبي شوية، كل الناس بتتعب، مش في حد بياخدها، أو في رأيي مثلا محدش بياكلها بالسهل. فأنا بكلم كل القنوات اللي هي الصغيرة أو لسه في بدايتها أو اللي زيي، دوري على المحتوى. يعني إيه؟ دوري على المحتوى اللي أنت هتقدمه في قناتك. مش هنزل أي فيديو خلاص. احنا عايزين يا جماعة الناس اللي بتسمعنا، حتى لو هنقول معاكي 100 مشاهد بيجي في القناة، كل مثلا فيديو بتجيب 100 مشاهد. ال100 مشاهد ده بيتفرج عليكي عشان بيحبك، عشان واخد القدوة ليه، فانت اكيد قدوته. فانا عايزة ابقى قدوة في كل حاجة، زي الام ما بتبقى قدوة لعيالها، زي الاب ما بيبقى قدوة لعياله. فانا عايزة من كل قناة، كل القنوات، يعني الحاجة اللي انتوا هتنزلوها اعرفي ان انتي هتنزليها علشان لو بنتك قاعدة تتفرج عليها تبقى فخورة بيها، لو ابنك قاعد يتفرج عليها هيبقى فخور بيه، لو جوزك قاعد يتفرج عليها هيبقى فخور بيه، لو صاحبتك اتفرجت عليه تبقى فخورة بيه. ليه؟ لانك بتقدمي نصيحة، بتقدمي حاجة مفيدة، ما بتقدميش هلس. ما بتنزليش فيديوهات وخلاص. يعني الناس تقولك نزلي فيديوهات وخلاص عشان الناس تجيب مشاهدات. طب يعني هي ايه فيديوهات وخلاص؟ ما ينفعش. يعني انت تقدمي، بص يا جماعة، من جد وجد ومن زرع حصد. يعني انت لما تتعبي على حاجة وتعمليها كويسة، يعني انت مثلا بتنزلي، عايزة ناس بتقولك نزلي كل يوم فيديو، وانا بقولك نزلي كل يوم فيديو، بس انا ما عنديش كل يوم فكرة فيديو كويسة. خلاص عادي، ممكن انزل 3 مرات في الاسبوع، مش مشكلة خالص، بس انزل فيديو حلو، محتوى حلو، الناس تتفرج عليا تقول الله يبارك لها، اخد ثواب. انا واحده بتتفرج بتاخد مني معلومه. انت قناه طبخ تقول مثلا انا قناه طبخ هقدم نصايح ايه؟ طيب انت قناه طبخ ممكن تقول واحده ايه، انا خدت 50 جنيه مثلا، جبت مثلا نص كيلو بانيه، جبت مكرونه، جبت صلصه، جبت عيش، جبت فلفل، جبت مش عارفه ايه، مشيت نفسي بال50 جنيه مثلا، جبت مثلا بانيه وقوطه وبطاطس ومش عارفه ايه، ووفرت مثلا 10 جنيه. انت كده بتنصحيها. جبت يا جماعة مثلا يعني ايه، حاولي ما تصرفيش كل اللي في ايدك، عشان لو حصل قدامك زنقة يبقى في ايدك قرش. يا جماعة ما تنسوش أذكار الصباح واحنا بنطبخ كده. اللهم صل على سيدنا محمد، استغفرك ربي واتوب اليك، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اكيد انا لما اسمعك هرد عليكي، فانت كده خدتي ثواب، انا خدت ثواب. يا جماعة مثلا أنا النهاردة واحنا بنطبخ كده مثلا ايه، هنقول أذكار الصباح مثلا، هي مش وقتها بس احنا هنقولها عشان ايه، نفكر بعض بيها، ذكر ربنا على لساننا طول النهار. يا جماعة أنا مثلا حجابي مش كان قد كده، بس أنا ايه هغير، يعني ابتديت ان انا اظبط نفسي شويه. يا جماعه انا ما كنتش بصلي، بس الحمد لله بقيت بصلي، القرب من ربنا جميل جدا. لازم نحب بعض. يعني لما تقربي من ربنا هتلاقي نص مشاكلك اختفت. كفايه ان انت لما تيجي تتذللي لربنا وتقولي يا رب انت عالم بحالي وغني عن سؤالي، يا رب انا بلجأ لك، يا رب ماليش غيرك. صدقيني احساس جميل قوي لما ربنا يكبر بخاطرك وتترمي على الارض تسجدي له وتحمديه وتشكريه. مش شرط يكبر بخاطرك يومها او تاني يوم، الله يعني ممكن تقعدي مدة، بس هيكبر بخاطرك صدقيني. اتمنى من جميع القنوات اللي بتتفرج عليا بعد اذنكم رجاء نقوا المحتوى اللي انتوا بتنزلوه. ولو انت ليكي صاحبتك او انا كنوها صبري، محتوى انا عملته ما عجبكيش مثلا، ممكن تخشي لي يا نهى على فكره مش كان صح مثلا تعملي كذا،
لو عملتي كذا كان احسن. طريقه حلوه. انا نفس النظام. لو معاكي رقمي على الخاص كلميني، لو عايزه رقمي على الخاص ابعتهولك، عيوني حبيبتي. اي حد عايز مني اي حاجه في مقدرتي اعملها صدقوني انا هعملها. آه يعني انا الحمد لله رب العالمين ولك الحمد. انا اي حد بيطلب مني مساعده انا الحمد لله ربنا اللي عالم، يمكن الناس اللي اتعاملت معايا عارفه كده. انا ما بخيلش على اي حد في اي طلب يكون في مقدرتي انا. فانا عايزه كلنا نبقى كده، لازم كلنا نساعد بعض، لازم كلنا نقف جنب بعض، لازم كلنا ننصح بعض. انت عندك معلومه ليا انصحني بها بس بالادب والاحترام، مش لازم تشتميني وتهزقيني. مش لما تشتميني انا هقبل نصيحتك، لا مع الاسف مش هقبلها. يعني ما تشتميني اخش تهزقيني واقبل نصيحتك؟ طب ليه؟ ما تكلميني بطريقه كويسه وانا هقبل نصيحتك انا مش هقول لك لا. ده سمات الدين بتاعنا. فانا بنصح جميع القنوات ورجاء من جميع القنوات 1000 مرة نقوا المحتوى اللي انتوا بتنزلوه في قناتكم علشان تاخدوا عليه ثواب وتاخدوا عليه حسنات. نصيحة لكل القنوات اللي موجودة على اليوتيوب، لكل اليوتيوبرز اللي موجودين، نقوا المحتوى اللي انتوا بتتكلموا، وبلاش حتة الشتيمة في بعض، وانا اشتم في دي علشان مش عارفة اشتم في دي علشان تجيب لي مشاهدات مش عارفة ايه. ليه الشتايم؟ ليه؟ يعني انا انتقدت قناة عندي، قناة اطفال او قناتين، انا ما شتمتش في حد، بالادب واحترام. انا ما بنتقدش قناه، انا بنتقد محتوى. حضرتك المحتوى ده مش كويس وما ينفعش اطفال يتفرجوا عليه، بس ما شتمتش في حد. محدش دخل شتم فيا بصراحه عشان مش اكذب، يعني كان ناس كويسين. في منهم قناه مسحت الفيديو اللي انا علقت عليه، ودي حاجه جميله جدا، قناه شفا. حاجه جميله جدا وحاجه ممتازه جدا، ربنا يبارك لها. انا عايزه كده، عايزه ان احنا ننصح بعض بالادب، مش اما بنصدق نشوف مصيبه في بعض عشان نقعد نشمت في بعض ونشتم في بعض. ما هو ما تنساش يعني يوم ليك ويوم عليك. زي ما انت النهارده مسكتي على اي حاجه ودخلتي تشتمي في قناتك علشان تجيبي لنفسك مشاهدات وتحطي اسمك مثلا جنب اسمي، بكره اليوم هيجي وهتلاقي واحده برضه تمسك عليكي حاجه، كله سلف ودين. وبرضه يا جماعه اللي بيطلعوا، لقيت واحده بتقول ده واحده دخلت تشتمني تقول لي انت شحاته ومش شحاته. انت مالك؟ هي شحتت منك حاجه؟ هي طلبت منك حاجه؟ ليه يا جماعه بنشيل نفسنا ذنوب وخلاص؟ ليه عايزين نكبر على قفا الناس وفضايحهم؟ ليه لما بنصدق نشوف حاجه على حد ولا نعرف حاجه على حد يا مصيبه سودا كل الناس لازم افتح بقى البتاع ويا جماعه حصل كذا كذا النهارده ومش عارفه مين عمل في مين ومين ضرب مين ومين قتل؟ يا جماعه والله العظيم ما ينفع. والقنوات اللي بتمسك بعض دي تشتم دي وتشتم دي عشان يجيبوا مشاهدات، والله اعلم بيبقوا متفقين مع بعض ولا لا، او يرجعوا يصلحوا تاني يوم ولا تالت يوم. والله العظيم ما ينفع يا جماعه، اللي بيحصل ده ما ينفعش، ده مش محتوى انت تخشي فيه. احنا اللي وصلنا للناس فكره ان احنا نحب نتفرج على المصايب. ليه؟ لان احنا ناس بنقدم محتوى، فانا كقناه بقدم محتوى لازم انقي المحتوى اللي انا داخله اتكلم فيه. انت داخله تتكلمي تأدي رساله لبني ادم داخل بيتفرج عليكي، مش واحد بيتفرج على النت وخلاص، مش واحد بيتفرج على قناه وخلاص. يعني في حاجات كتير والله العظيم الواحد بيشوفها على السوشيال ميديا، حاجات تحزن، حاجات تحزن فعلا، واحد بيشاهدها وبيشوفها. بس يعني انا بصراحه يعني في حاجات انا مش حابه اتكلم عليها بصراحه، بس انا دول كده الحاجتين دول انا كنت عايزه اتكلم عليهم. يا ريت انتي تنقي محتوى قناتك كويس، حاجه رساله تكوني فخوره بيها بعد 50 سنه، ولا بعد ربنا يديك طول العمر، بعد 20 سنه 30 سنه بتتفرجي على فيديوهاتك تقولي فعلا المحتوى ده، يعني مش تبقي مكسوفه من نفسك ان انت مثلا ست كبيره وازاي انا كنت بعمل كده. فيا ريت كل قناه تسمعني، يا ريت قناتي تعجبكم، يا ريت فيديوهاتي تعجبكم، واي حد عايزني ادعمه يحط اللينك بتاعه تحت، وما ينساش يشترك في القناه وعايزين ندعم بعض، وعايزين نكبر بعض، نكبر بعض ببعض. فاهمين يا جماعه؟ نكبر بعض ببعض. ده رجاء مني كقناه نهى صبري، رجاء رجاء رجاء. نقي محتوى قناتك، نقي محتوى قناتك. ولو حد مش عاجبه حاجه عندي في القناه ممكن يعلق لي بطريقه كويسه وانا ان شاء الله اغيرها.
ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير، توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك، وما تنسوش تدعمونا قد ما تقدروا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.